كل حاجة أسعارها غالية سواء في السوق أو غير السوق، يعني كل حاجة مطلوبة في البيت سعرها غالي وسعرها رافع خالص. بس طبعا النهاردة يعني مش علشان الطماطم غالية هنقف على كده، لا طبعا هنحاول ان احنا نكفي بيتنا برضو. يعني النهاردة عملت أكلة من غير طماطم. يعني برضو في أكلات كتير هحاول أعمل لكم من الأكلات دي، يعني نوعيات كتير علشان برضو نعرف يعني ايه كده نكفي بيتنا من غير الطماطم وما نحتاج لهاش، لأن فعلا سعرها غالي ومش راضية تنزل. وزي ما احنا عارفين ان الطماطم ده أساسي البيت، بس بصراحة يعني مش لازم ان احنا ندخلها في كل الأكلات، نحاول ان احنا نستغنى عنها. يعني النهاردة عملت الأكلة الجميلة بتاعتي دي من غير طماطم. انت بس ظبطي الأكلة بتاعتك مش هتحتاجي للطماطم يا ست، مش لازم سلطة. هنحاول نكفيها وهنحاول ان احنا يعني نغير في حاجة تانية، مش لازم نتوقف علشان الطماطم. ان شاء الله هحاول اعمل لكم وصفات كتير واكلات كتير من غير الطماطم علشان بس نعدي الوقت اللي فيه الطماطم غالية بالشكل ده. هنحاول نبعد عن الطماطم شوية على بس ما سعرها يهدى، لان فعلا كده يعني هي بتيجي كده بصراحة في يعني في الوقت ده بيكون سعرها مش مناسب ناس كتير. فطبعا النهاردة هنحاول نعمل أكلة كده بالشكل الجميل ده. يعني والله الأكلة بتاعتنا جميلة جدا ومستغنية عن الطماطم، يعني مش محتاجين طماطم النهاردة. يعني ده يعني مش مناسب لناس كتير، فده حاجة تخص كل بيت وكل أسرة على حسب وضعها. يعني لو انت قادرة تجيبي طماطم وتدخليها في الأكل بتاعك خلاص ماشي مفيش مشكلة. بس بصراحة أنا ما كانش عندي طماطم النهاردة فكفيت الحمد لله. كان عندي أحلى غدا النهاردة بجد، والله غدا جميل جدا. السلام عليكم، اهلا بكم حبايب قلبي في قناتي قناه حياه توفير مع اسماء محمد. ان شاء الله هنعمل احلى غدا النهارده من غير طماطم، يعني مش هنتوقف. بس قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا احب ارحب بكل اخواتي وحبايبي كل الناس اللي بتدخل جديده في القناه. بجد بشكركم كلكم حبايب قلبي، واي حد يعمل لي ولو تعليق صغير بجد بشكركم كلكم حبايب قلبي. ربنا يجازيكم كل خير، بجد بتفرحوني بتعليقاتكم وكمان يعني دخولكم بس قناتي. الناس اللي بتشترك وحتى الناس اللي مش بتشترك بجد بشكركم كلكم، لان بجد بلاقي اخوات معايا كده في القناه بتاعتي بفرح بيكم جدا. ربنا يجازيكم خير وربنا يخليكم دايما في حياتي ان شاء الله. الاكله بتاعتنا زي ما احنا شايفين جايبه سمك. السمك طبعا كنت جايبه يعني 4 سمكات بلطي، وكان عندي سمكيه كده كمان في التلاجة، يعني اللي هي المكرل بس مش الاصلي بصراحه. يعني ديت اوقات بعملها صينيه بتبقى رخيصه شويه عن المكرل الاصلي. طبعًا جبتها نضّفتها وبعدين قطّعتها يعني نُصّين، وبعدين فتحتها برضه، يعني فتحتها كده يعني من البطن بتاعتها، فتحتها بالطول وكنت قاسماها نُصّين. كده بقى هنعمل الأكلة بتاعتنا الجميلة دي. طبعًا هنشوف الدقة أهم حاجة، الدقة بتاعتنا دي بجد والله أحلى حاجة تعملي بيها السمك، هي دي اللي بتدّيه الطعم. الدقة بتاعتي يا حبايب قلبي عبارة عن راس ونُص توم، عليها معلقتين ملح، حطيت كمان عليها شوية شطة علشان أنا ما كانش عندي شطة قرون، فجبت طبعًا فلفل. الفلفل اللي عندي كان لونه بدأ يعني يحمر كده، فعملت منه في الدقة. وحطيت برضه شوية كمون، رشة خفيفة خالص يا حبايبي، لأن الدقة بتاعتي بتعتمد على الثوم والشطة أكتر حاجة مع الملح. فطبعًا بعد ما عملت الدقة بتاعتي زي ما أنتم شُفتوا كده، وكنت منضفة السمك كويس وغسلاه كويس برضه يعني، وبدأت فتحته كده زي ما أنتم شايفين. عصرت عليه ليمون. أنا طبعًا السمك كده أنا بعد ما بانضّفه واغسله كويس بانقعه تاني في مَيّة بملح بليمون، بمعلقتين دقيق والّا حاجة. طبعًا باسيبه كده منقوع حوالي أكتر من نُص ساعة. بيبقى طعمه فعلًا لا فيه زفارة في طعمه ولا في ريحته بجد والله. إن يعني محلول النقع اللي أنا باعمله ده بيخلّي السمك ما فيهوش أي زفارة. طبعًا بعد ما عملت كده حدّقت السمك يا حبايب قلبي، وهاسيبه بقى ياخد في التتبيلة كده شوية، وبعدين جبنا حلة كده حطيناها على النار فيها شوية زيت. جبت بصلاية كبيرة وبعدين بدأت إن أنا أقطّعها التقطيع العادي، يعني اللي هو يعني بتاع أمهاتنا، يعني حاجة مش جديدة، مش لازم كَبّة، مش لازم مبشرة، يعني بنحاول إن إحنا نسهِّل على نفسنا كده. يعني مش مستاهلة إن أنا يعني أجيب أي حاجة أفرُم فيها البصلاية أو أقطّعها، لا هي مش مستاهلة خالص. هي السكينة وعلى إيدِك كده، ما أخدتش مننا يعني دقيقة ونُص، ما أخدتش خلاص يعني وقت قليل خالص. وزي ما إحنا شايفين يا حبايبي بدأت إن أنا أحمّر البصل، أهم حاجة في الخطوات دي علشان الرز بتاعِك يطلع جميل كده ومفلفل ولونه حلو، لازم تحمّري البصل كويس. طبعًا أنا البصل بتاعي يعني قرّب إن هو ياخد اللون الدهبي، نزلت عليه بمعلقة كده من الدقة اللي أنا كنت عاملاها للسمك، بجد بتفرق معاه في الطعم جدًا. يعني لو جرّبتوه بنفس
بنفس الطريقة يعجبكم جدًا، جدًا. ما شاء الله البصلة بتاعتي أخدت اللون الدهبي، يعني هنزودها كمان في اللون شوية، نزلت عليها بمعلقة كده من الكمون. فبعد كده بدأت إن أنا أحمّرها كويس برضه، وبعدين نزلت بالرز. يعني بادّيه تشويحة كده على النار شوية يعني مش كتير، زي ما إحنا شايفين كده بصراحة يعني الطريقة دي بتعجبني جدًا. في ناس بتحب تحط المَيّة على البصل اللي هي حمّرته، وبعد كده تحط الرز. بصراحة يعني هو برضه أخد اللون جميل جدًا والله يا حبايب قلبي. بس التشويحة دي برضه بتفرق معاه في الطعم. بعد كده طبعًا سِبته على النار على ما يتشرّب، وهنشوف بقى هنعمل إيه كمان. ما تنسوش بقى يا حبايب قلبي تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة. هنكمّل بقى مع بعض كده. أنا قلّبت الرز أول ما بدأ إن هو يغلي، يعني غلى شوية وبعدين قلّبته. وبعد كده طبعًا حطيت طاسة على النار فيها زيت. كنت بصراحة هاعمل لكم السمك بخلطة كده النهارده جميلة جدًا، بس الحمد لله الدنيا تمام، لقيت حاجات كتير مش موجودة عندي، قُلت خلاص هنعمله كده بس يعني نغلّفه بالدقيق وخلاص. الطريقة العادية التقليدية اللي الكل عارفها، كنت هاعمله لكم بصراحة طريقة يعني جميلة جدًا. كانت أمي ربنا يديها الصحة والعافية يا رب، كانت بتعمله لنا يعني في بيت والدي بالطريقة اللي كنت هاعملها لكم. خلّيها بقى مرة تانية إن شاء الله أعمله لكم بنفس الطريقة اللي باقول لكم عليها، على بس ما يكون عندي كل حاجة موجودة، لإن في حاجات كتير ما كانتش موجودة عندي النهارده بصراحة يعني كنت مشطّبة كده. فطبعًا قُلت خلاص هنعمل السمك بالطريقة العادية اللي إحنا عارفينها دي. بدأت إن أنا أحمّر السمك، وكمان السمكية اللي هي الماكريل دي. فطبعًا كنت لمّا قطّعتها كده بصراحة يعني تحسّيها كده زي قطع البانيه، جميلة جدًا بالطريقة دي. أنا عجبتني جدًا أول مرّة بصراحة أعملها كده. السمك ده بالذات يعني كنت دايمًا باعمله في الصينية أو باشويه، فالنهارده السمكية دي كانت عندي في الفريزر، قُلت خلاص أنا جايبة 4 سمكات، يمكن حد ييجي صُدفة والّا كده. فطبعًا قُلت نطلّع السمكية دي، فما شاء الله يعني لقيت كمية السمك كويسة، كفّت الكل الحمد لله. وفعلًا اللي دخل علينا أكل الحمد لله، والدنيا تمام. فضل ونعمة من عند ربنا بجد والله. لمّا تكوني يعني عاملة أكل وحد دخل كده يعني صُدفة عندِك وأكل، بجد بتبقى حاجة كويسة جدًا، والواحد كده بيحس إن هو فرحان. فطبعًا زي ما إحنا شايفين يا حبايب قلبي كان ده الغدا بتاعنا النهارده. عملت السمك زي ما أنتم شُفتوا كده، وكان ده الغدا الجميل بتاعنا، يعني ما توقّفش عشان طماطم ولا سلطة ولا كلام من ده. يعني عندِك شوية رز زي العسل بجد والله يتاكلوا كده لوحديهم، وكمان جنبهم السمك وشوية مخلل كنا عاملينه قبل كده مع بعض في القناة. بالمناسبة القناة بتاعتنا مليانة فيديوهات بجد والله مفيدة جدًا وهتعجبكم خالص يا حبايبي. وبعد كده طبعًا زي ما قُلت لكم كنت حمّرت بدنجان أو قليت بدنجان كمان. عيش بقى عندِك، رز، يعني كده الأكل ما شاء الله والله يعني فعلًا حاجة تفتح النِفس كده. وبعد كده يا حبايبي خلاص الفيديو بتاعنا خلاص يعتبر كده خلّصنا. ما تنسوش بقى تعملوا لنا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة، ويا ريت تشيّروا الفيديو لاخواتكم وقرايبكم ومعارفكم وأصحابكم وكل الناس اللي تحبوهم. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.